من كام يوم كنت بسمع ام كلثوم، قالت حاجه اثرت فيا جدا. خدت بالي كده بقيت بتاع 9 شهور ما عملتش فيديو. فبمناسبه الاغاني شفت اللينك سموث ماشي اهي، خدت بالك ما حدش خد بالك. بنتكلم عن الاغاني دلوقتي، حته احمد امينيه اللي جايه شويه. هنقسم الاغاني 4 انواع، انا قسمتهم عادي من نفسي يعني. اول نوع طبعا وهو 99.9% من الاغاني في الحياه كلها، وهي الاغاني الرومانسيه. عشان تعمل اغنيه رومانسيه اول حاجه هتتكلم في ايه؟ واحد وواحده بيحبوا بعض، بس هو الانسان كده 1 دي، وحشاه حبيته كرهته سابته خانته ماتت في حادثه موتوسيكل، المهم ان واحد بيحب بعض وخلاص. في نظريه بتقول ان الاغاني الرومانسيه هي كلها نفس الاغنيه، الفرق بس في ترتيب الكلمات. هدي هنا حط دي هنا حط دي في النص كده. هديك دلوقتي الكلمات اللي تعمل بيها اغنيه رومانسيه تكسر الدنيا. حب قلب عيني حبيبي وحشتني عمري روحي ليالي حنين ايام ندمان ذكريات نار الدنيا حياه شوق وجرام. حتى سالت تشات جي بي تي يطلع لي اكتر كلمات بتتقال في الاغاني الرومانسيه، وطلع لي حاجه زي كده بالظبط. مش تعرف ان احنا قناه متقدمه جدا وبنستخدم احدث الوسائل في التكنولوجي. والفيديو الجاي هحط لك صور وفيديوهات اي مقحمه جدا وحشه جدا، بس عشان ابقى يعني عملت حاجه، فاهم؟ طيب الكلمات دي طبقها على اي اغنيه هتلاقيها ماشيه. انا مقدرش ابعد ثانيه انا بعدك ماليش في الدنيا يا اول حب عاش قلبي معه الايام بقت مش هي يا ريت ترجع وحشت عينيا حياتي في بعدك انت مش حيا. دنيا تشيك، حب تشيك، قلبي تشيك، وحشت عينيا حياتي حياه تشيك 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 تشيك. حب جنه انا عشت فيها، قرب فرحه حلمت بيها، ده اللي بيه يحلو عمري، ده اللي انا هديله عمري تاني، ياما ليالي بستنى لقاه. غنوه بتتكلم عن الحب والهجر زي اي غنوه والحاجات اللي غنوه طبيعيه كده رومانتيكيه. الحقيقه ما كنتش عايز اتكلم على السكشن ده قوي كده عشان حاسس ان هو يعني so obvious but even a man can see. انت لو فكرت فيها هي مش so obvious. فقشطه يعني. انت كده معاك كل العناصر اللي تعمل بيها اغنيه رومانسيه. لا نسيت حاجه. هتقول لي مثلا المغني اللي بيغني، مثلا واحد صوته حلو بيغني بيجنر. هي الاغنيه بتتكون من 3 حاجات: الصوت والكلمات، ودول في الزباله، واللحن. مش مهم هتقول ايه ولا مين اللي هيقوله، المهم اللي هيسمعه. اللحن اللي هيلزق في الدماغ ويخلي الكلام الكتيان اللي انت بتقوله ده ياثر في الشخص او حتى يقعد يكرر فيه. ناقص بقى اخر حاجه فعلا وهي الاسم. اختار اكتر اسم جينيريك في الدنيا وسميه. حط كلمه حب او حبيبي في اسم الاغنيه وزي الفل ان شاء الله. حب عمري، حبك انت هو الحب، حب زمان، حاله حب، حب جنه، الحب، نهايه الحب، لحظه حب، حبيبي حياتي، حبيبي وعدني، حبيبي مشي، حبيبي سابني، حبنا كلنا، الحب ده جميل، روح حب، خلي الناس تحب. بس مش فاهم، هو في الدنيا كلها مفيش اي حاجه ممكن حد يتكلم عليها غير الحب، والحب من نوع واحد بس. عشان زي ما قلت لك الانسان 1 دي. عايزك برضه تأفور يعني مثلا ايه؟ الحب هو الحياه. شايف الجمله دي كرنج ازاي؟ عايزك بقى تعلي بقى. يعني ايه مثلا؟ لو حبك نار بدموعة ايد اهون بكتير من الجنه بعيد. اوعدنا انا وانت نعلم حكايتنا لكل العشاق. انا عاوزك تبقى انت زماني ومكانك في الدنيا مكاني، كل ما اقول لك عايز تاني من حبك تسقيني. عشان كده بقى في ناس كتير بتتوجه لاغاني مختلفه، خلاص بقى زهقوا من حبيبي بحبك وحشتيني بموت فيكي يلا مش عارف نعمل ايه، فخلاص بقى يروحوا لاغاني ثانيه في مشاعر عايزين يحسوها او حاسينها مش موجوده في الاغاني دي. وده ينقلنا للنوع الثاني من الاغاني، وهو اغاني انا جامد وانتوا. النوع ده فيه اغاني شعبي واغاني من انواع مختلفه، بس معظمه راب، بس كلهم مشتركين في حاله النفخ للشخص اللي بيسمع واللي بيغني، بس اللي بيسمع اكتر من اللي بيغني. بس ده مش موضوعنا يعني دلوقتي. الراب هو مش ناس بتسمع اغاني وخلاص، لا طبعا. الراب ده كالت، جماعه، فاهم؟ بتقاليد وشروط واعضاء، فاهم؟ في اللي بيسمع عادي وفي اللي هو ايه. شفت يا اسطى ابو مازن منزل تراك بيدس فيه شريف عيسى؟ سمعت البار اللي بيقول فيه يا زميلي انت في السيرك جنب الفيل قاعد، اول ممر لا تاني ممر على الشمال اوضه 101. يا لهوي على الفجر، فاجر عظمه. ابو مازن بيعمل عظمه يا اسطى، ابو مازن بيعمل عظمه. لا قال لك ايه؟ قال لك جنب الفيل، مش جنب الاسد مثلا، مش جنب كلب البحر، جنب الفيل قاعد. فاهم والله مش لازم تشرح يعني، مش صعبه يعني. شفت يا اسطى قال لك ايه؟ قال لك اوضه 101. يعني ايه يعني ايه يا اسطى اوضه 100 يا اسطى؟ باينه قوي. لا معلش قول لي، معلش عايز اعرف يا اسطى. هو شريف عيسى زمان كان عنده ستاند فيه ساعات في الشارع، فاهم قصدي؟ ايوه ايه العلاقه يعني يا اسطى؟ شكلك مش فاهم راب يا اسطى. يو خلني حديث كان فيها قبل ما اجيها امضى وبصمين، لازم عالي عليكم مش طايلين. فاكر محمد علي كليكي او بيمين عايش فيش حركه، قلبت شمال ويمين، واقع على الارض جثه ولسه حفله تهقبيل. كان صفر على الشمال قبل ما يبقى فيه، فاهم؟ كان تقليد واعمى والناس كلها شاهدين. لما يقرر يفكر يكرر، مفيش جديد، نفس الكلام هو عيد الا ملوش لازمه. اعزائي المستمعين دوست عليه بالجزمه، علي بابا والاربعين. مخنوق بجد، اتخنقت يعني، حاسس كده يعني
حاسس يعني فاهم، حاسس ان انا يعني كاني عارف النجمه، عارف كاني نجمه كده، نجمه بس مفيش اللي هو يعني فاهم. لا انت مش فاهم، محدش فاهمني على فكره، محدش فاهمني. انا الصراحه مش عارف ليه مصر يعني انرفز الناس. هو اصلا حاسس ان هو مفصول عن اللي حواليه والناس مش فاهماه وجايين عليه. واحد ينهار صاحبته سابته في ثالثه اعدادي وراحت صاحبت واحد سرسجي. هو احسن من كده بكتير، واظن كده في ناس كتير فهمت انا هتكلم على ايه. فانا هقول لك خلاص دلوقتي امر لله، متعاهدين الفئه دي هم كايروكي. للامانه ليهم اغاني حلوه ومعموله حلو، وفي اغاني حتى الكونتنت بتاعها او الشيء اللي هي عايزه تقوله حاجه كويسه. الاغاني في النوع ده والاغاني بتاعت الراب هم اكتر نوعين من الاغاني الناس بقت تشفت ليها. انا نجم بس مفيش سما، عندي جناحات بس مفيش هوا، يمكن ده مش مكاني او الزمان ده مش زماني او انا موهوم. يا اسطى انت موهوم، انت عامل الاغنيه دي عايز تقول ايه يعني؟ دي رساله انهزاميه مراهقيه. هو اصلا اللي بيسمع الاغنيه دي مراهق وحاسس ان الناس مش فاهماه والناس كلها جايه عليه ومحدش حاسس بيه والدنيا صعبه وان هو اجمد من كده بكتير وما يستحقش اللي هو فيه. اصلا الجيل ده اللي انا واحد منهم عادي يعني عنده احساس زائف بالاستحقاقيه، شايف ان هو يستحق اكتر من كده بكتير، ما تفهمش على ايه يعني. وبعدين مجروح بنزف طموح بجد يعني حاله فانتازيه كده، يعني تحس ان هي في ولا حاجه، في الهوا، في الاخر مفيش حل. انت بس كل اللي عملته ان انت عمقت من الحاله اللي هو فيها وكابته وسبته، ما عملتش اي حاجه في الاخر. اوقات بحس اني سابق، انتوا عايشين في الماضي وانا معاه بتخانق. انا دلوقتي مش بتكلم على اي حاجه غير الكلمات. انت لو جازز دلوقتي اعرف انت جازز على حاجه ثانيه. بسرح واتوه في الذكريات وبعيش حياه ويا اللي فات. ايه بالله عليك ايه يعني؟ انتوا المفروض ناس كبيره، اللي مغنيه الاغنيه دي المفروض ناس كبيره يعني. والليل ما بيعديش طويل ما فيهوش هروب من الذكريات. نفس الحاله الانهزاميه الكتيانه دي. ليه ماليش في بكره وليه بتوه؟ ليه ماليش في حلم بترسموه؟ تاني هيقول لي حلم واحلامي وانتوا مش فاهميني وانا عايش في حالي والماضي وانتوا مش عارف ايه. عشان كده انا من هناك انا بنتمي للذكريات وماليش مكان بينكم هنا. هل فعلا اللي بيغنوا الاغنيه حاسين بالكلام ده ولا هم بيغنوها عشان اللي بيسمعوا؟ انا عارف والله ان مش كل الناس بتسمع الاغاني دي عشان بقى الكلمات ويتاثروا ويكتئبوا ومش عارف ايه. عارف في ناس بتسمعها عادي يعني، ممكن ارتباط بالبند نفسها، ممكن الستايل عاجبهم، بس اكيد مش صوت امير عيد. انت هتقول ايه؟ ده اهم حاجه. المفروض ان اطار المضمون هو الاغنيه مش اطار الاغنيه هو المضمون، ولا مش عارف، حاسه ميك سنس يعني. الصراحه يحسب لهم ان هم استخدموا الفن يعني اللي هم بيعملوه في ان هم يوصلوا رساله بجد لما اتكلموا عن القضيه، سواء انت متفق مع الميديم اصلا ولا مختلف معاه ولا ايا كان، بس يحسب لهم الصراحه ان هم استخدموا الحاجه اللي هم بيعرفوا يعملوها في ان هم يتكلموا عن حاجه بهذه الاهميه يعني. ما بتوحشنيش عشان النبض جوه القلب ما يوجعنيش، عشان اقدر اعيش بكره وما يفوتنيش، عشان يمكن عيوني تنام بتشبه بعضها الايام. لا لسه برضه لسه. عشان يمكن من الاحلام الاقي حلم ما بيبكيش. هي دي انا مستني الاحلام دي من بدري. النوع الرابع يمتاز بالسماجه وبيستفزني انا شخصيا بقى يعني. ده بص سيبك من كل اللي فات ده، وللاسف عشان الاغاني دي بتمتاز بغنيتها، فمهما كانت الاغنيه سمجه، مهما كانت الاغنيه وحشه، مع التكرار هتلاقي انت نفسك بتغنيها حتى لو قبل كده انت ما كنتش طايقها. وده بيتطلب مني انا شخصيا كظم غيظ وقدره على التحمل لما اسمع حد بيقول ايه اليوم الحلو ده، ايه اليوم الحلو ده، وايه الناس الحلوه دي. تاني الاغاني بقى بتاعت ايه؟ انا رايق بقى ومترستق واحنا مبسوطين ومترستقين والناس دي رايقه واحنا رايقين، واي حد يعكنن مزاجنا مش عايزينه واحنا مبسوطين ورايقين مترستقين. وجزء كبير منها اغاني الاعلانات اللي مش اوفر خالص، اللي فعلا في مكانها وبتعبر عن الناس وجميله جدا. الاغاني دي برضو بتتسم بالولا حاجه. شفت انا بقول ايه من اول الفيديو؟ انسى بقى الكلام ده خالص. انت محتاج حاجه واحده بس، محتاج لازمه. زعلت؟ طب معلش، مش مهم هتوصل هنا ازاي، مش مهم اي حاجه في باقي الاغنيه. ايه اليوم الحلو ده، ايه الناس الحلوه دي، ايه اليوم الحلو ده، وايه الناس الحلوه دي. يعني اصلا اللازمه نفسها هي عباره عن تكرار في الاغنيه. لا دي التكرار في تكرار. يتجلى الفجر في الاغاني دي في اغنيه هختم بيها، والفجر هنا هو فجر بجد، مش والله فاجر يا فنان، مش ده. رب لو من تقل الهم عليك فاض بيك، لو ليك اي شوكه ما تشتكيش واسمع نصايحي. ده في الاغنيه دي، في ضمن الاغنيه برضه. ماشي الفنان هينصحني، اتفضل قول. لو الدنيا مغلباك ومشقياك وواخداك غسيل ومكوى، البس لها الوش الفرايحي. لحظه بقى، البس لها الوش الفرايحي. انت مش هتفرح، انت فاكر انت تفرح؟ انت هبل ياض. البس الوش الفرايحي، اعمل فيها فرحان، مش مبسوط مثلا، مش راضي، اعمل فيها انت فرحان. وان كنت مفلس خالص خالص وما حيلتكش جنيه، قول على الجزمه الباته اللي انت لابسها الناس نيه. مثل على الدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيه، ما تخليش حد يقول لك شايل طاجن ستك ليه. لما تطبل فوق راسك اديها كمان تسقيف. مبدئيا اللي بيطبل فوق راسه ده هبل، فمش هبقى مفلس خالص خالص. وخلي بالك انت قلت 2 خالص، كان ممكن تكتفي بواحده. خلي بالك وانشف كده وسط بطولك، ما تبينش ان انت ضعيف. الحقيقه وانا برجع للاغنيه عشان اجيب كلماتها المشؤومه، الجمله دي بالذات استفزتني جدا. يعني مش مثلا انشف كده وسط بطولك ما حصلش حاجه، ولا وسط بطولك كده يا عم ان شاء الله خير. لا ما تبينش ان انت ضعيف. ده اوداسيتي. مش مهم انت حالك ايه، المهم ما تبينش ان انت ضعيف. تبقى اهبل وفي نفس الوقت ديلوجنال. يعني انت قول على
الجزمه اللي انت لابسها سينيه، ومثل اللي انت سعدت البيه. المهم تصلح الحاجات دي، المهم انت ما تبينش بس. مش ينفع كده تضايق الناس، تقعد تشتكي تضايق الناس، والجو حر وقرف. ما تاكلش الجبنه البيضاء لو كان نفسك في البلويف. هجيب فلوس منين يا فنان يا جميل انت اللي بتقدم فن عشان انت فنان؟ واصرف كل اللي في جيبك، دلع على نفسك، عيش صريف. لا تعليق. احساسك قال لك حاجه امشي وراه، احساسك صادق. احساسي بيقول لي او اديك على وشك الصراحه، يعني ده احساسي. لو على احساسي بجد بدا احساسي. لا انا هطول، انا مش سيب الاغنيه دي. انا عارف ان هي اغنيه اصلا بقالها كتير يعني، بس انا مستفز منها من ساعتها. راحه البال اللي بجد ليها اصول، ليها مبادئ. ايوه ايه بقى؟ لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق. يا جماعه اللي عايز يبقى باله مرتاح ما يبقى باله مرتاح. هي صعبه؟ ما انا عملتها. هم كام مليون وكام فيلا وسفر وبتاع، وظبط نفسك يا عم. لا يقول لك لو ساكن فوق السطح، مش مثلا شقه ايجار جديد مثلا ولا اي حاجه، لا فوق السطح. يعني انا ما شفتش وقاحه كده في حياتي، قمه الوقاحه الغنائيه. طبعا الاغاني دي سواء في اعلانات هي معموله لاسباب معينه، واللي فاهم يفهم اللي مش فاهم. والله يا اخي انا مش فاهم الاغاني بتاعت اليومين دول، ما تفهمش منها حاجه كده، وكلامها كله سريع، اي كلام واي حاجه. فين الاغاني بتاعت زمان؟ ام كلثوم، عبد الحليم. هي دي ايام الفن اللي بجد. اور از ات كات. شكرا فركش. شيش.